هاخدك معايا رحلة بسيطة كده. هعرفك فيها انت هتموت امتى. ايه رأيك؟ هقولك كل التوقعات مرة واحدة. بص يا عم، هتموت يا اما بعد الظهر، او بعد العصر، او بعد المغرب، او بعد العشاء، او بعد الفجر. توقع عظيم صح؟ فحضرتك بقى يا هتموت مصلي اخر فرض، يا اما مش مصلي اخر فرض. توقع عظيم برضو. طيب الحل ايه؟ ببساطة خالص، ما ينفعش تسيب اي صلاة من الصلوات بأي شكل من الاشكال، لانك معرض ان انت تموت في اي وقت. فمش هينفع ابدا انك تموت وانت مش مصلي. طيب نيجي للحاجة اللي انت هتموت عليها. انت هتموت على حاجة من ثلاثة: يا اما هتموت على طاعة، يا اما هتموت على حاجة مباحة، يا اما هتموت على معصية. اللي هيموت على الطاعة يا هناه ساعده، واللي هيموت على حاجة مباحة هيندم، والله هيندم. هيندم اللي هو ما وفرش الوقت ده للطاعة. واللي هيموت على معصية يا حسرته بقى. فانا جاي اقول لك ايه بقى؟ حضرتك اللي بتختار اي وضعية تموت عليها. انت الوحيد اللي متحكم في طريقة موتك. يا اما هتموت على خير، يا اما هتموت على شر. فبقى انت لو اخترت الخير فاعرف ان ربنا قدر لك كده، ولو اخترت الشر ما تلومش غير نفسك.